أنتِ كده عايزة تغيّرينا، أنتِ عايزة كده تخلّينا fake، أنا هافضل زي ما أنا والعالم لازم يقبلني زي ما أنا. محتاجين نتكلّم شوية بجد مع بعض. كُلّنا طول الوقت بنحاول نغيّر من نَفْسنا، بس أنا عارفة إن أنتم كل ما بتحاولوا تغيّروا من نَفْسكم بترجعوا لنَفْس نقطة البداية تاني، نَفْس الدايرة، نَفْس طريقة التفكير، نَفْس العادات القديمة، ومش واخدين بالكم إن كل الحاجات دي مانعاكم إن أنتم تعيشوا أحسن حياة ممكن تعيشوها في حياتكم. فلو أنتم واقفين في مكانكم أو تايهين أو لسه ما بدأتوش أو مش عارفين تعملوا إيه، خلّونا نكمّل الفيديو ده مع بعض ونتكلّم شوية. أول حاجة لازم تعرفوها إن التغيير هو الحاجة الثابتة الوحيدة في الحياة. أنا عارفة إن الجملة دي كليشيه شوية، بس التغيير سُنّة الحياة، كل حاجة حوالينا حرفيًا بتتغيّر، الطبيعة، الشمس، القمر، الشجر، إحنا نَفْسنا، مستحيل تلاقوا أي حاجة ثابتة في مكانها من غير ما يكون بيحصل لها أي نوع من أنواع التغيير، وده معناه إن التغيير ده شيء طبيعي، فلمّا أنتم تحاولوا تتغيّروا ده مستحيل يكون حاجة fake خالص بالعكس. حاجة لازم تاخدوا بالكم منها إن نسختكم الحالية أو نسختكم القديمة ما وصّلتكوش لحاجة، وبيني وبينكم كده هي عمرها ما هتوصّلكم لحاجة لو فضلتوا تفكّروا بنفس طريقة التفكير، والطريقة الوحيدة اللي ممكن توصّلكم للحياة اللي أنتم عايزينها أو للهدف اللي أنتم عايزين توصلوا له، هي إن أنتم تعملوا زي ما نسختكم الأحسن منكم هتعمل. ده مش معناه إن أنتم هتكونوا fake ولا معناه إن أنتم هتغيّروا منكم، لأ أنتم هتكونوا زي ما أنتم بس النسخة الأحسن منكم. حد بقى هييجي يقول لي لأ يا شهد أنتِ عايزة تخلّينا fake، أنتِ عايزة تغيّري مننا، أنتِ عايزة تخلّينا نمثّل إن إحنا حد تاني، بس أنا أصلًا مش الشخص ده. خلّينا نفترض مثال، أنتِ دلوقتي عايزة تغيّري من نَفْسِك وعايزة تكوني حد بيروح الgym كل يوم. صحيتِ من النوم بس الدنيا برد وحاسة إن أنتِ كسلانة شوية ومش قادرة تقومي من على السرير وقاعدة تحت البطانية كده متدفية، وأصلًا مش قادرة تتحركي ولا تروحي الgym وحاسة إن أنتِ هتبوظي الدنيا، ففكرتِ بنفس الطريقة اللي شخصيتِك الحالية أو شخصيتِك القديمة بتفكر بيها هتعملي إيه؟ هتكملي نوم صح؟ لكن لو فكرتِ بالطريقة اللي شخصيتِك الأحسن منِك أو الhighest version of yourself هتفكر بيها، هتعملي إيه؟ تلبسي ست شكلها حلو وهتروحي الgym وتعملي الحاجة اللي أنتِ قلتِ إن أنتِ هتعمليها. وقيسي بقى طريقة التفكير دي على كل حاجة في حياتِك، قبل ما تتصرّفي أو تاخدي أي قرار فكّري، يا ترى شخصيتي الأحسن منّي هتتصرّف إزاي دلوقتي؟ أنا شخصيتي الأحسن منّي رياضية، فهتروح تعمل رياضة كل يوم الصبح، شخصيتي الأحسن منّي واثقة من نَفْسها، فهتروح تتكلّم مع الناس عادي من غير ما تكون خايفة أو متوتّرة، شخصيتي الأحسن منّي بتلبس اللي يريّحها، فهتلبس اللي هي عايزاه وهتنزل من غير ما تحس إن ممكن حد ينتقدها أو حد يتريق عليها. تخيّلي بقى لو أنتِ قعدتِ تفكّري بنَفْس الطريقة اللي أنتِ بتفكّري بيها زمان أو بتفكّري بيها دلوقتي. هتفضلي زي ما أنتِ وهتفضلي بنفس العادات وبنفس طريقة التفكير. حاجة كمان لازم تعملوها لو أنتم مش عارفين تغيّروا من نفسكم، إن أنتم تسألوا نفسكم هو إيه السبب اللي مخلّيني مش عارفة أغيّر من نفسي؟ زي ما اتفقنا قبل كده إن إحنا أول ما نلاقي السبب هنعرف نلاقي الحل للمشكلة دي. هادوّر بقى على السبب اللي مخلّيني مش عارفة أتغيّر، ممكن السبب ده يكون إن أنا خايفة من آراء الناس اللي حواليّا، خايفة إن أنا أطلع برّه الcomfort zone بتاعتي، ممكن أكون مش عارفة أستمر على العادات الجديدة اللي أنا حطيتها لنفسي. وده بقى يودينا لنقطة مهمة جدًا، إن أنتم يا جماعة دايمًا بتجروا ورا الكمال أو الperfectionism وبتنسوا إن اللي هيوصّلكم للنسخة اللي أنتم عايزينها هو الاستمرارية. كل ما بنفكّر في إن إحنا عايزين نطوّر من نفسنا دايمًا بييجي في دماغنا الشخص اللي بيعمل كل حاجة perfect كل يوم وده مستحيل. إحنا بننسى إن إحنا في الأول وفي الآخر بني آدمين، مش كل يوم هتكون كفاءتنا 100% عشان إحنا مش robots. يعني مثلًا ممكن تيجوا في يوم بتكونوا ماشيين تمام وزي الفل، بس تيجي عادة مثلًا أو حاجة أنتم المفروض عايزين تعملوها وبعدين تحسّوا إن أنتم مش قادرين تعملوها النهارده، فتبطّلوا كل حاجة أنتم بتعملوها وتقولوا إن أنتم هترجعوا تعملوا الحاجات دي من بُكرة أو من الأسبوع الجاي أو حتى الشهر الجاي، وكلنا عارفين إن ولا بُكرة بييجي ولا الأسبوع الجاي بييجي ولا الشهر الجاي بييجي. وده اللي بيخلّيكم ترجعوا لنقطة البداية من الأول خالص وما بتعرفوش تتغيّروا أو توصلوا للنسخة اللي أنتم عايزينها أو الهدف اللي أنتم عايزين توصلوا له. طب يا شهد هنستمر على الحاجات اللي أنتِ عايزانا نعملها دي إزاي؟ أول حاجة أنتم محتاجين أصلًا تبدأوا خطوة بخطوة. يعني ما أكونش أنا عمري ما قريت كتاب في حياتي وقررت إن أنا عايزة أكون شخص مثقف فهاقرا 50,000 كتاب في اليوم ولا هاكمّل مش عارف كام كتاب في السنة، ده مش منطقي. فالمنطقي إن أنا هابدأ شوية، شوية، إن شاء الله حتى هاقرا صفحة واحدة في اليوم، عشان الخطوات الصغيرة دي هي اللي هتوصّلني للإنجاز الكبير بعدين. تاني حاجة إن أنتم تعملوا routines مختلفة لكل الشخصيات منكم، يعني مثلًا في شخصية منكم بتصحى من النوم بتبقى قادرة تعمل كل حاجة فهتعمل الroutine بتاعها كامل، في حد تاني منكم هيبقى اليوم ده الكفاءة بتاعته قليلة شوية، فهيعمل الroutine بس بشكل أبسط. لو هو مثلًا ناوي يقرا كتاب فأنا بدل ما أقرا كتاب هاسمع podcast، لو أنا ناوي أروح الgym فبدل ما أروح الgym هاعمل استرتشات في البيت. بكده أنا عملت خطوة إن أنا أوصل للهدف بتاعي بس في نفس الوقت بالطريقة اللي تناسب الكفاءة بتاعتي النهارده عشان أنا بني آدم.
حاجة كمان لازم تاخدوا بالكم منها وهي البيئة اللي حواليكم. البيئة اللي حواليكم يا جماعة بتأثر قوي في الشخص اللي انتوا بتكونوه، وهنا بتكلم عن المكان وترتيب المكان اللي حواليكم، وكمان بتكلم عن الناس اللي موجودة في حياتكم. الناس دي شكلها عامل ازاي؟ هل هي أصلا شبه الناس اللي صحاب مع الشخصية الجديدة اللي انتوا عايزين تكونوها؟ خليكوا عارفين إن الشخص بيتعرف من الخمسة اللي حواليه، فبصوا على أقرب دايرة ليكوا. الناس دي عاملة ازاي؟ حياتها عاملة ازاي؟ أهدافها عاملة ازاي؟ بتتصرف ازاي كل يوم؟ النقطة دي مهمة أوي. حاجة كمان معظمنا مش بياخد باله منها إن انتوا لازم تتوقعوا إن في حاجات كتير أوي هتبوظ في حياتكوا أول ما تحاولوا تغيروا من حياتكوا. دايرة الناس اللي حواليكوا يحصل فيها مشاكل وتبعدوا عنهم، الشغل اللي انتوا فيه ممكن يحصل فيه مشكلة كبيرة لدرجة إن انتوا تمشوا من الشغل وهكذا. وده بيحصل ليه؟ عشان ربنا بيخليكوا تبعدوا عن كل الأماكن أو الناس اللي هتخليكوا ثابتين في مكانكوا أو كمان ترجعكوا لورا، عشان يفتح لكم أبواب منها تقدروا توصلوا للنسخة الجديدة أو النسخة الأحسن منكم اللي انتوا عايزين توصلوا لها. مستحيل تغيروا من نفسكم أو تكونوا أحسن وانتوا وسط نفس الناس وفي نفس المكان، مستحيل تروحوا لشغلانة أحسن وانتوا في نفس الشغلانة اللي بتشتكوا منها 24 ساعة أو اللي مش موصلاكوا للهدف اللي انتوا عايزين توصلوا له. فلما كل حاجة تبوظ حواليكوا اعرفوا إن ده بيفتح الباب للحياة الجديدة اللي مستنياكوا. في كمان علامة تانية مش بتاخدوا بالكم منها تماما، إن كل الحاجات اللي انتوا عديتوا بيها زمان والمفروض إن هي كانت درس انتوا اتعلمتوا منه هتتكرر تاني. زي إن يبقى متاح قدامكم إن انتوا ترجعوا لعادة وحشة سبتوها زمان، أو يرجع تاني في حياتكم شخص انتوا بعدتوا عنه زمان عشان ما كانش كويس ليكوا. الناس دي كلها هترجع والعادات دي كلها هترجع تاني قدامكم. ساعتها انتوا هتشوفوا هتتصرفوا ازاي. الحاجات دي بتتعاد وبتتكرر عشان تعرفوا هل انتوا اتعلمتوا الدرس فعلا ولا لسه محتاجين تاخدوه مرة واتنين وتلاتة وأربعة وعشرة لحد ما تتعلموه في الآخر. هل انتوا فعلا اتغيرتوا؟ هل انتوا فعلا بقيتوا الشخص الجديد ده ولا لأ؟ انتوا محتاجين تتعلموا تاني أو محتاجين تمروا بنفس اللي حصل ده تاني عشان تتعلموا. وفي الآخر لازم تعرفوا إن الرحلة دي أو التغيير ده عمره ما كان المفروض إن هو يكون سهل خالص، بالعكس عشان لو هو سهل كل الناس كانت عملته وما كانش هيبقى حاجة صعبة بالنسبة لكم. الشاطر بقى اللي عارف إن الموضوع ده صعب بس هو عايز يوصل للشخصية دي لدرجة إن هو عنده استعداد إن هو يتخطى كل الصعب اللي ممكن يحصل له، وإنه مهما وقع أو مهما رجع تاني لعادة مش حلوة أو لنقطة البداية أو هيلاقي طريقة يرجع بيها تاني للطريق اللي هو ماشي عليه عشان يوصل للنسخة اللي هو عايز يوصل لها. بس فكرة إن انتوا بتحاولوا وكمان ممكن تكونوا وصلتوا للنقطة دي في الفيديو، فده معناه إن انتوا فعلا ماشيين على الطريق ده وفعلا بتحاولوا تغيروا من نفسكم، فما تخلوش أي حاجة أو أي حاجة صعبة تعدي من قدامكم توقفكم عن الطريق اللي انتوا ماشيين فيه. فلو انتوا وصلتوا لحد النقطة دي من الفيديو يا ريت تحطوا في الكومنتس الإيموجي اللي بيسقف ده عشان انتوا فعلا تستاهلوا. يا ريت تكونوا استفدتوا بالكلام اللي قلناه بالقعدة دي، واكتبوا لي في الكومنتس ايه الحاجات اللي عايزين نتكلم عنها كمان وايه الحاجات اللي عايزين تشوفوها مني في الفيديوهات الجاية. وبس كده، اشوفكم في الفيديو الجاي. باي.